هل تعلم لماذا قام كريستيانو رونالدو بذلك الإيماء بعد هدفه ضد إسبانيا؟ الحقيقة ستفاجئك. في نهائي دوري الأمم بين البرتغال وإسبانيا ظهرت لقطة أشعلت مواقع التواصل. بعد تسجيله لهدف التعادل توجه كريستيانو رونالدو نحو لامين يامال ورفع إصبعه أمام فمه في حركة تطلب الصمت. كثيرون ظنوا أنها مجرد احتفالية كلاسيكية، لكن الواقع أعمق بكثير. قبل المباراة كان لامين يامال قد نشر رسالة مستفزة على حساباته كتب فيها: ولدت من أجل هذه اللحظة، وكأنه يلمح إلى أنه مستعد لإسقاط البرتغال. لكن في تلك الليلة أمام أسطورة مثل كريستيانو اكتشف النجم الإسباني الشاب واقعا مختلفا تماما. رونالدو كعادته لم يرد بالكلام، بل رد بهدف ونظرة وحركة واحدة بسيطة لكنها قاطعة، وكأنه يقول: ما زلت أنا الزعيم هنا. والأسوأ أن المباراة تحولت إلى كابوس ليامال، ففي الشوط الثاني اختفى تماما من اللقاء، لا مراوغات، لا تأثير، لا شيء، وكأنه نسي كل ما يعرفه عن كرة القدم. كريستيانو رونالدو لقنه درسا لن ينساه أبدا.